السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من روعة المطبخ. أحييكم مجددا أخواتي العزيزات الغاليات والفاضلات، دائما مع وصفة جديدة لذيذة مضبوطة المقادير سريعة التحضير وناجحة بإذن الرحمن، اللي هي عبارة عن طبق بالدجاج والبيض، يعني على شكل طاجين يجي بزاف بنين، سهل وسريع التحضير بالإضافة إلى النكهة تاعو المميزة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحتاج لهذه الكيفية المقادير التالية. عندي قطعتين من صدور الدجاج، كنت غسلتهم، قطرتهم، حطيت لهم شوية تاع الخل وقطعتهم قطع صغيرة بهذا الشكل. بالنسبة للتتبيل نحتاج بصلة متوسطة الحجم، كنت غطيتها في لاغاب مع 2 سنينات تاع الثوم. وعندي ايضا كميه من الحشيش حوالي 2 ملاعق كبيره، دبشه ومعدنوس مقطعه ايضا قطع صغيره، عصير حبه تاع القارص. عندي ايضا بالنسبه للتوابل ملعقه صغيره تاع الملح، نصف ملعقه تاع الفلفل الاسود، ملعقه صغيره ايضا تاع الكركم، ملعقه صغيره تاع توابل الدجاج ان توفرت، لكن ما لقيتوهاش ماشي شرط. عندي ايضا ملعقه صغيره تاع الحمار الحلو، بالاضافه الى نصف ملعقه صغيره تاع الزنجبيل. وعندي ايضا بصله كبيره كنت قطعتها مكعبات بهذه الكيفيه. هذه نحتاجها من بعد مش دركا. وكميه من البيض، انا حندير 6 عظمات، نتوما تحبوا تستعملوا قد عدد افراد الاسره، يعني 6 بيضات. درك نولي لطريقة التحضير. كمرحلة أولى حطيت عصير الليمون، وحطيت هذيك التوابل على دفعة، وحطيت البصل مع الثوم والكمية تاع الحشيش، ونخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعض. بعد ما تجانست هذيك المكونات جيدا نضيف الكمية تاع صدور الدجاج ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا مليح. ومن الأحسن نخليوهم حوالي ساعتين حتى ديك صدور الدجاج تشرب الضوء هذاك مليح باه تجي بنينه، واللي عندها الوقت تقدر تحطها تبات ليلة كاملة في الثلاجة. انا خليتها مده ساعتين. درك جبت طاجين تاعي هذا تاع الفخار، تقدروا تستعملوه في طنجره عاديه اللي متوفره عندكم في البيت. نحط البصله هذيك الكبيره اللي كنت قلت لكم عليها، قطعتها قطع كبيره مع 2 سنات تاع الثوم ايضا، كما على بالكم باللي الدجاج يحب الثوم يجي بنين. ونضيف الكميه كامله تاع التتبيله مع صدور الدجاج هذوك، وحطيت عليهم ملعقتين تاع كبار تاع الزيت. وعندي حوالي ملعقه صغيره تاع الزبده نقطعها قطع صغيره ونحطها من فوق، تزيد تعطينا بنه بزاف مليحه للطاجين تاعنا. تحبوا تضيفوا السمن لكم الاختيار. درك انا نحطها فوق النار، نعاود نولي لكم ان شاء الله. هذه هي الكيفيه تاعنا. بعد ما حطيتها على نار يعني هادئه، نغطيها ونخليها طيب بعقلها حتى تدبال مليح المكونات مع بعض، ويطيب هذاك الدجاج بهذا الشكل. كما كنتو شفتو غطيتها خليتها طابت على غرضها حتى لقيت الدجاج هذاك طاب، والبصله هذيك دبالت مليح، والتوابل تلقت مع بعضها، والريحه راهي طالعه ما شاء الله. درك ندير مساحه هكا بالمغرف ونبدا نحط في البيض. نكسر البيضه في بول هكا صغير ونحطها باش تحتفظ بلا فورم تاعها، ونكملهم كامل بنفس الطريقه. نغطيهم ونخليهم يطيبوا على نار هادئه جدا حتى نلقاهم يعني طابوا مليح. درك نوليو للمرحله الثانيه. راح نقدم هذا الدجاج او طاجين الدجاج مع هاد البطاطا اللي كنت قطعتها قشرتها قطعتها دي غوندال، السمك تاعهم حوالي 3 ملم، ما ديروهاش خشينه. انا عندي 3 حبات بطاطا متوسط الحجم. بالنسبه للتوابل نفس التوابل اللي تبلت بهم الدجاج، ما عدا توابل الدجاج ما حطيتهمش، ونفس الكميه. وعندي ايضا 2 مغارف كبار تاع الحشيش دبشه ومعدنوس، وبصله متوسطه غابي، 2 سنات ثوم، يعني نفس المقادير بالضبط، مع 2 مغارف تاع الزيت. نحط عليهم البطاطا ونخلطهم جيدا.
ونولي نحط لهم ايضا هذا الكاس تاع الماء. وكميه الماء دائما تكون حسب الكميه تاع البطاطا، كل ما تزيد البطاطا تزيدوا المقادير. ونزيد نخلطهم مليح وفرغتهم في صحن تاع الفرن بهذا الشكل، ونغطيهم بابي الومنيوم ونحطهم في الفرن يعني اعلى درجه 200 درجه مئويه في الرف الوسط. نخليها طيب حتى نلقاها طابت حوالي 30 دقيقه. كي نحط فيها الموس نلقى التوابل دخلوا في البطاطا وطرات جيدا، ننحيها. هذه هي النتيجة النهائية أخواتي تاع الأطباق تاعنا تاع نهار اليوم. طاجين الدجاج بالبيض متبل ومدبل، بالإضافة إلى بطاطا في الكوشة أيضا متبلة ومدبلة بطريقة سهلة ومبسطة جدا، والنتيجة أكثر من رائعة كما راكم تشوفوا. والريحة صراحة راهي ما شاء الله، راح نجربوها بإذن الله وتكتشفوها هذه الوصفة بنفسكم. انا قدمتها مع هاد البطاطا اللذيذه جدا، وانتم تقدروا تقدموه فقط مع صحن سلطه كوجبه عشاء خفيفه ولا مع الخضر. فقط انا حبيت نعطيكم فكره وانتم لكم الاختيار. ان شاء الله تجربوها وتعاودوها. اللي عجبتها الكيفيه ما تنساش فقط تدعمني بليجام، اشتراك في القناه، تفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، بارطاجي لا فيديو مع حبايباتها وصحاباتها لكي تعم الفائده. وما تنساوش ايضا تعطوني رايكم في التعليقات للمزيد من العطاء والاستمراريه. روعه المطبخ، اروع الوصفات، اروع الفيديوهات. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.